وأنا ساكنة بشقة وقدامي جارة أشبه ما تكون بالملاك، يتيمة ما عندها إلا عم. أول ما زوجها سحب عليها وسافر مع زوجته خارج السعودية، وهي متزوجة واحد كبير شوية بالسن وعندها بنت عمرها 3 سنوات. زوجها من النوع اللي يحارمها من الطلعة إلا للضرورة القصوى، وكان ما يعطي زوجي وجه وما يرد السلام، والجيران كلهم مستغربين منه. هو كان يجيها يومين بالأسبوع وأحيانا يوم لأنها زوجته الرابعة، وتقول تزوجتها مجبورة والحمد لله ربي عوضني ببنتي، لأنه مشترط عليها ما يبغى عيال وما يدري عنها ما كأنها بنته. يقول ما عندي حريم يطلعون، تفكيره متحجر، حتى ملابسها هو يشتريها بذوق الزفت، وتقول لي حاجة تسترني وخلاص ما أبغى أحتك معاه بالكلام، وأنا عارفة تفكيره أخاف يطلقني وما عندي أحد بعد الله. قبل شهر رحت لها وجالسين نسولف، وأقول لها والله لو بدالك لأشغل نفسي بأي شيء أحبه وما أحرق نفسي عليه عجوز قريح ذا. وجالسة أعلمها بأختي وكيف إن طلاقها خلالها دافع إنها تدرس تتوظف، إلا فجأة زوجها طاب علينا الصالة وعيونه دم من العصبية، ولعن وسب فيني، وهي سحبها من شعرها وبنتها من إذنها ورماهم بالغرفة وقال لها راجع لك. وأنا هربت على شقتي وأتصل بزوجي ما يرد، شوية اللي أسمعها تصرخ وتبكي، بغيت أموت من الخوف والقهر بس ما بيدي شيء، صرت أبكي معاهم وأغطي إذني. كم ساعة ورجع زوجي خاصمني، طلع الزفت منتظرة تحت وقايل له امسك زوجتك عن بيوت الناس، أنت فلتان برا وهي فلتانة ببيوت الجيران، تحرش وتخبب حريمنا. بعدها بكم يوم ما قدرت أصبر، نزلت أشوف سيارته ما لقيتها، استأذنت من زوجي ودقيت عليها الباب، دقيت لين مت، بالقوة ردت مين؟ قلت أنا فلانة. جلست تبكي، قالت مقفل علي الباب ما شفته، وسحب جوالي، تكفين بموت من وجع ضرسي. قلت لها ابشري. جلست أفكر كيف أوصل لها البنادول والماجون وأنزل عند جارتي تحت بالدار الأرضي، وحلفتها ما تقول لأحد، وقلت لها أبغى أوصل أغراض لجارتنا اللي فوق من حوشكم للشباك حقها. قالت لي ابشري، وفعلا صرت أجمع الأغراض أنا وجارتنا وأعطيها ولدها يطلع بالسلم ويرميها لها. بس اللي صار إن جارتي اللي تساعدني زوجها عرف من الولد وطلق عليها ما تتدخل، حتى زوجي بدأ يشك لأنه كل فترة يقضي أغراض لي وبسرعة تخلص على غير العادة، هو راتبه على قده يا دوب يكفينا، وحلفني ما عاد أتدخل، وصرت أقلل روحاتي عندها، نتكلم من وراء الباب لأنه ما بيدي شيء. زوجي رافض يساعدني وجارتي رافضة ومحلفتني ما أبلغ أي أحد، تخاف منه يحرمها من بنتها، تقول أصبر على كل شيء عشانها، وأهلي بعيدين وأنا الندم ذابحني عشان كذا ما أقدر أخليها. هو يجيب لهم أغراض للأكل فقط كل أسبوعين وأشياء أساسية، والبنت لسه طفلة تحب الشوكلت والألعاب حالها حال الأطفال. يقول لها ما عاد لك عندي إلا اللي أجيبه، وريال واحد ما تشوفينه، أنت جنيتي على نفسك وعلى بنتك. قطعت قلبي، تقول البنت طول الوقت تبكي طفشانة، فصل عليهم التلفزيون، تقول كل الأغراض الشخصية خلصت. قلت خلاص أنا بعطيك فلوس واطلب أي أحد. قالت ما أبغى فلوس، إيش أسوي فيها إذا ما أقدر أطلع ولا أطلب أحد؟ أنا ما أعرف، احترت إيش أسوي، أبغى حل، صرت ما أنام الليل، ما أعرف أطلب من زوجي ننقل، يمكن هالشي يريح زوجها ويعتقها، أحس إني أنا السبب في حالتها.